مساء الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السينابون الصيامي، يعني من غير بيض ولا سمنه ولا لبن. هنعمله بطريقه سهله جدا، وكمان الصوصات بتاعته هنعملها بطريقه اقتصاديه جدا. حتى لو مش حابه تعملي وصفه صيامي، لا الصوصات بتاعتها حلوه وهتمشي معاكي في الفطاري، وكمان يعني موفره جدا جدا جدا. وريهولكوا بس من قريب كده. طريقته سهلة جدا، يلا نبتدي مع بعض. معانا 6 كوبايات دقيق، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة، كيس فانيليا، كيس كيك شيف، ومعانا رشة ملح. دي كده المواد الجافة، هنبتدي نقلبها مع بعض. هننزل بمعلقتين خل، طبعا صيامي مفيش بيض فعايزين مواد رافعة كويسة. ادي معلقة، 2. معانا بعد كده كوباية زيت، هنقلبها مع الدقيق كويس. واخر حاجه معانا الميه. انا مجهزه الميه معايا ميه دافيه، هننزل بيها بالتدريج لحد ما قوام العجينه يبقى مظبوط. طبعا كل دي على حسب بياخد ميه كتيره او قليله. نبتدي نعجن بايدينا. الميه مش سخنه، ميه دافيه عادي، يعني انا قادره امسك العجين مفيش مشكله. نعجنها كويس لحد ما تبقى عجينه متماسكه وطريه مش ملزقه. السينابون من المعجنات اللي بتحب تتعجن كويس، يعني عايزة تخدميها كده حوالي 10 دقايق. كده العجينة جهزت معانا خلاص، ما بقتش ملزقة في ايدي، وكمان العجينة طرية وملمسها ناعم. يعني بصوا العجينة طرية خلاص، بقت لينة معايا وطرية. كده جهزت معايا، عجنتها حوالي 10 دقايق. هنسيبها دلوقتي تخمر. دلوقتي هنجهز مع بعض الكراميل. معانا كوباية سكر على نار هادية لحد لما تدوب خالص، وبعد كده ننزل عليها بمعلقة نشا مدوبينها في كوباية مية. ده شكل السكر معانا، ابتدى يدوب اهو من الجناب، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. هنسيبه كده لحد ما يدوب خالص، مش هنقلبه. يعني ممكن كل اللي نعمله ان احنا نهز كده بس الحله، على اساس ان السكر اللي دايب ده يدخل مع السكر اللي لسه ما دابش. دلوقتي نبتدي نقلبه عشان يعني في الجناب كده داب كتير، وتحت كمان عشان السكر اللي دايب ده ما يتحرقش. نقلبه كويس لحد ما باقي السكر يدوب تماما. ده شكله بعد ما داب تماما. نتأكد بس ان مفيش اي تكتلات من السكر. هنبتدي ننزل عليها بكوباية المية بنشا.
نخلي بالنا بس بالراحة. هو هيبقى ماسك شوية، بعد كده مع التقليب هيبتدي يفك. وادي شكله بعد ما ابتدى يفك معانا. نخلي بالنا بس في الخطوة دي عشان البخار ما يبشوش كده، لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات نهائي. وده شكل الكراميل بعد ما داب تماما واخد القوام المناسب. يعني كراميل اقتصادي جدا حتى لو مش هتستعمليه في وصفة صيامي. كده خلاص هو هيبتدي يغلي من الجناب اهو. كده الكراميل جاهز معانا. ودلوقتي نعمل مع بعض صوص الشوكولاتة. معانا 100 جرام شوكولاتة خام، عليهم حوالي 3 معالق مية ومعلقة زيت. هندخلهم الميكروويف 30 ثانية ونطلعهم نقلبهم. لو ما دابوش هندخلهم تاني 10 ثواني. طبعا لو مفيش ميكروويف هنعمله على حمام بخار. هي بالظبط اخدت معايا 30 ثانية. وادي قوامه، طلعته قلبته كويس. كده صوص الشوكولاتة جاهز معانا. ومعانا اخر حاجة للتوبنج، كوباية سكر بودرة، عليها حوالي معلقة كبيرة جوز هند، عليها كوباية مية، هنضربهم كويس وبعد كده ننزل عليهم بالزيت. هو مش توبنج، هو يعني صوص ابيض. نضربهم بس يدوبوا كويس لحد ما السكر يدوب، وبعد كده ننزل عليهم بالزيت. دلوقتي هنبتدي ننزل عليه بالزيت حوالي نص كوباية زيت. كده هو جاهز معانا. نفضيه مع بعض. هنحتفظ بيه في التلاجة لحد ما نخلص السينابون. وادي شكل العجينة بعد ما خمرت. نبتدي نفردها مع بعض. انا هقسمها عشان تسهل عليا الشغل، عشان ما تبقاش كبيرة معايا. دي رشة دقيق من على الوش. نبتدي نفردها. نحاول نخلي شكلها مستطيل ورقيق. بعد ما فردناها بالشكل ده، انا حاولت يعني اخليها مستطيلة بقدر الامكان. هنبتدي ننزل عليها بالزيت. هندهنها كلها كويس. بالشكل ده كده. هتاخد حوالي نص كوباية زيت. بعد ما دهناها زيت كويس هنبتدي ننزل عليها بالسكر والقرفة. انا قلت نص كوباية زيت على المقدار اللي انا قسمته، يعني المقدار كله هياخد حوالي كوباية زيت، والمقدار كله برضه هياخد كوبايتين سكر وحوالي من 4 ل5 معالق قرفة. نبتدي كده نرش عليها القرفة بالسكر، يعني نحاول نبطنها كلها. بعد ما فردنا الحشوة كده كويس هنبتدي نلفها بس بالراحة عشان العجينة متتقطعش معانا.
بالشكل ده كده. نبتدي نلم الحرف. نحاول نقفله كويس. دلوقتي هنبتدي نقطعه مع بعض. مجهزين معانا صينية مدهونة زيت، تقطعي الحجم اللي تحبيه، يعني الحجم ده كده كويس عشان لسه هيخمر تاني. نبتدي نرصه مع بعض. بالراحة بس عشان العجينة متقطعش معانا. بالشكل ده كده. ادي شكله بعد ما قطعناه كله. هنسيبه يخمر التخميرة التانية وهنكمل باقي العجين بنفس الطريقة. وادي شكله بعد التخميرة التانية. هنبتدي ندخله الفرن على درجة حرارة 200 لحد ما ياخد اللون الذهبي. وادي شكل السينابون بعد ما استوى واخد اللون الذهبي. هنبتدي نقدمه مع بعض. هو بارد شوية. حقيقي هو هش وطري، وكمان وصفة اقتصادية جدا بالنسبة لان احنا نشتريه من بره. يعني لو حسبناها يعني استحالة تعملي الكمية دي بالقيمة اللي هتشتريه بيها من بره. هنبتدي بقى نزينه بالصوص. توبنج معانا اول حاجة. بالشكل ده كده. حابة تحتفظي بيه في علبة وتحطي الصوص وقت التقديم، بتبقى فكرة حلوة. بعد كده ننزل بصوص الكراميل. بالشكل ده كده. واخر حاجة صوص الشوكولاتة. طبعا الصوصات النهارده معانا اقتصادية جدا جدا جدا. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. طريقة سهلة وبسيطة، حتى لو مش عايزين نعمله صيامي، يعني حتى لو ما عندناش بيض وعايزين نعمله هنعمله بالطريقة دي. طريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة في كل بيت. لو الفيديو عجبكم ادعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير.